ايه اللي بيحصل في منطقة سبورتنج على البحر في محافظة اسكندرية؟ مشروع جديد وهيتم تعميمه على المحافظة كلها علشان يستفيد بيه جميع أبناء المحافظة. الاستفادة بالمشروع ده مجانا وبيضيف شكل جمالي. ايه تفاصيل التطوير ده وهنستفاد بيه ازاي؟ كل ده بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو حضراتكم مهتمين بمحافظة اسكندرية وكل ما هو جديد فيها، ويا ريت كمان لايك وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا بنفسي برد على التعليقات اللي بيكون فيها رقم اللايك. اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. محافظة اسكندرية بتقوم بتطوير وتجميل واستغلال كل منطقة يصلح استخدامها، كمان الحفاظ على الهوية البصرية وإعادة الشيء الأصله في جميع أنحاء المحافظة. ومنطقة سبورتنج من أهم أحياء المحافظة وأعرقها، فيها نادي سبورتنج وهو من أهم وأشهر النوادي الرياضية والاجتماعية بمحافظة اسكندرية وكمان أقدمها، فتم افتتاحه في 10 سبتمبر 1890 في حفل كبير حضره الخديوي توفيق. في منطقة سبورتنج على طريق البحر وبالأخص في الجزيرة الوسطى تم استغلال قطعة الأرض اللي موجودة عند الجزيرة وفي المنطقة عند دوران أو ملف سبورتنج، تم استغلالها بإنشاء أول ملعب كروسفيت مجاني للشباب السكندري، وقام بافتتاحه أمس الجمعة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيد اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية. عبارة عن صالة رياضية مجانية في الهواء الطلق مفتوحة على مدار اليوم وبدون أي مقابل ومتاحة لجميع الراغبين في ممارسة الرياضة، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. دي كانت المنطقة الأولى اللي تم إنشائها على طريق الكورنيش، وهيتم إنشاء عدد من المناطق الأخرى بطول طريق البحر، وده هيكون بالتعاون مع المجتمع المدني وبرعاية المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة اسكندرية، علشان تكون سلسلة المناطق دي متنفس لشباب اسكندرية والراغبين في ممارسة الرياضة وغير القادرين. تم تزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية ويتم تنظيفها وصيانتها بشكل يومي، وكمان تأمينها من خلال شركات متخصصة للحفاظ على صحة وسلامة الشباب. الملاعب دي بيتم فيها ممارسة الرياضة الخاصة بالمحافظة على اللياقة البدنية. زي ما حضراتكم شايفين قد ايه المكان جميل ونظيف ومجهز لممارسة العديد من الرياضات، ودي دعوة لجميع أهالي اسكندرية انهم يزوروا المكان ويستفيدوا بيه. هنتابع معاكم كل جديد في بلدنا الجميلة، فياريت لو الحلقة عجبت حضراتكم ومهتمين تعرفوا ايه اللي بيحصل في كل مشاريع التطوير في بلدنا، تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل ما هو جديد، وياريت لايك وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.